السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. موضوع حلقتنا النهاردة عن تصريحات طلعت في الساحة الرياضية اليومين اللي فاتوا دول بعد فوز النادي الأهلي ببطولة أفريقيا. أولهم هو تصريح الكابتن محمد مجدي قفشة بعد اللقاء ما بين الأهلي وما بين الوداد. تاني تصريح وهو تصريح غريب جدا من الكابتن خالد الغندور. خلينا نشوف تصريح الكابتن محمد مجدي قفشة ونرجع لبعض. كتير قلت احنا لما بنقع عارفين هنقف ازاي، وكل الخوف على اللي جاي مش على اللي بعد كده. ايه ده بقى يا كابتن محمد مجدي قفشة؟ حضرتك عايز ايه؟ يعني حضرتك بتتكلم عن المستقبل ولا عن الماضي؟ طبعا ما علينا بتصريح الكابتن محمد مجدي قفشة اللي مش مفهوم ولا حد يفهمه، ولا هو اكيد هو فاهم هو بيقول ايه، بس ما علينا. خلينا نتكلم عن تصريح كابتن خالد الغندور واللي قاله عن المشجع الزملكاوي اللي سافر عشان يتفرج على ماتش الاهلي والوداد المغربي في المغرب، ودخل على اللعيبه في المطار وقعد يمسك العلم ويقول لهم وداد هيكسب الاهلي. مناجم هنا مفيش حكام، وطبعا ده ان جينا للحق ضعار على جمهور الزمالك. ولكن التصريح الغريب جدا ان كابتن خالد الغندور قال ان المشجع ده مش زملكاوي، وقال ان جمهور الاهلي واداره النادي الاهلي هي اللي جابت المشجع ده ودخلته الاستاد عشان تعمل فتنه. يعني اداره النادي الاهلي سابت النهائي وسابت الحلم الكبير ان هي تدخل كاس العالم للمره السادسه على التوالي، وهتجيب مشجع عشان يروح يقول وداد يا اهلي حكام؟ يا جماعه يعني ده اسمه تدليس بعينه. يا جماعه لازم نفهم الناس اللي بتطلع على الاعلام ان في ناس كتير قوي بتشاهدهم، وفي ناس كتير بتتبعهم، وفي ناس كتير بتصدقهم. فيعني مش عشان احنا شغالين في قناه نادي الزمالك فنبرر كل حاجه بتحصل لصالح نادي الزمالك. طبعا ده مش صح. يعني لازم يبقى في حياد في كل حاجه. لو نادي الزمالك عنده غلط لازم نقول ده غلط، لو نادي الزمالك عمل حاجه صح لازم نشيد بيها ونقول نادي الزمالك عمل حاجه كبيره وقدم انجاز كبير. لو مشجعين الزمالك اساءوا في حاجه لازم نقول الاساءه دي غلط، انما ما ينفعش نقول حاجات غلط للناس لان ده مش صح. انت راجل زملكاوي اعلامي دلوقتي كبير زملكاوي، فيعني يا ريت تتكلم عن حتى جمهور الزمالك بصوره كويسه. وكده نبقى وصلنا لنهاية الحلقة. لو عجبك المحتوى دعمنا بلايك وفولو وسبسكرايب. سلام عليكم.